قطع له الوقيتين دول من لحم ظهره. وبياع الكنافه اللي كان معلي في سعرها قلعه هدوم. كان زمان في الاسواق في رقابه زيها زي حمايه المستهلك دلوقتي، بس ده بقى كان اسمه المحتسب، وكان بيراقب الاسواق مين بيعلي التسعيره ومين بيغش في الميزان وكده يعني. محمد علي بقى لما مسك مصر البياعين في الاسواق طلعوا عينه، لدرجه ان الراجل قال انا كل الناس كانت بتخاف مني، حتى العربان وقطاع الطرق، الا البياعين في مصر دول لا نافع معاهم لا اهانه ولا ضرب ولا اي حاجه خالص. راح جايب ليهم المحتسب مصطفى الكاشف، ده بقى مشاهم على العجين ما يلخبطوش، كان مقضيها طيخ طاخ، كله ضرب ضرب مفيش شتيمه، وكان عليه شويه عقوبات انما ايه لوز. يعني مره لقى رغيف العيش اقل من وزنه، راح قايل للخباز تعالى لي، وراح خارم ليه مناخيره، وراح معلق رغيف عيش في خرم مناخيره بتباره، وبعدها جره في السوق كله من ده بكره بقرشين. والجزار اللي لقاه بيغش في الميزان ومنقص وقيتين من وزن اللحمه قطع له الوقيتين دول من لحم ظهره. وبياع الكنافه اللي كان معلي في سعرها قلعه هدوم وقعده على صينيه تسويه الكنافه وولع الفرن. اما بقى بياع القلل السمنودي اللي كان بيبيعها على انها قناوي، فكسر كل القلل اللي كانت معاه على دماغه. واشهر طريقه اتعرف بيها للعقاب قص حته من شحمه الودن. ووقع مره معاه بياع بطيخ عجوز، وقفه المحتسب ومسك ودنه وقال له بكام البطيخ، فالبياع قال له اقطع وخلصني، فكرر عليه المحتسب السؤال، رد البياع وقال له اقطع وخلاص. ساعتها المحتسب مصطفى الكاشف سأل البياع قال له انت مجنون ولا ما بتسمعش؟ رد البياع وقال له انا لو قلت لك انها ب10 فضه هتقطع ودني، ولو قلت لك انها بنص فضه برضه هتقطع ودني، فقطعها وخلصني. فضحك المحتسب وسابه يمشي. تفتكروا بقى احنا في وقتنا الحالي محتاجين محتسب؟